تخيل معايا كده ست كبيرة بسيطة عايشة لوحدها، وفي يوم تتقتل في بيتها. مفيش شهود، مفيش أدلة واضحة، وفي واحد اتقبض عليه واتحاكم عليه بالإعدام. خلصت القضية؟ لسه ما بدأتش أصلا. أهلا بيك في رواية موت السيدة ماجناتي، تحقيق جديد للمفتش اللي بيفكر بعقله قبل ما يرفع صوته. هيركيول بوارو. بوارو بيتدخل قبل تنفيذ حكم الإعدام، لأن المفتش القديم محبش شكل الحكاية، في حاجة غلط. جواب بيقول كده، نظرة الناس بتقول كده، والهدوء اللي حوالين الجريمة مريب قوي. بوارو يروح قرية صغيرة شكلها هادي، في أسرار قديمة ووشوش بتخبي أكتر ما بتقول. كل واحد فيهم عنده وشين، واحد بيبين وواحد مستخبي. والسؤال الحقيقي مش مين قتل السيدة ماجناتي، السؤال هو مين خايف يتكشف ومستعد يعمل ايه علشان يدفن الحقيقة. الرواية دي مش بس جريمة قتل، دي عن الناس اللي بتغير هويتها، وعن الماضي اللي مهما هربت منه هيرجع يلاقيك، عن الهدوء اللي يخوف، وعن الوشوش اللي ما بتقولش كل حاجة. أجاثا كريستي بتهمس لك من ورا صفحات الحقيقة ممكن تستخبى، بس مش للأبد. هتخلص الرواية وتحس إنك كنت عايش معاهم في القرية، في الكواليس، في العيون اللي بتراقب، وتسأل لو أنا كنت هناك هل كنت هعرف مين القاتل؟ لو بتحب الغموض والنهايات اللي مش متوقعة، اقرأ الرواية، بس خليك صاحي، علشان القاتل مش دايما غريب، ساعات بيكون أهدى واحد حواليك. قولي بقى، تحب نكمل مع بوارو ولا نروح جريمة جديدة في حتة تانية؟